السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض ايام رمضان فطار كده خفيف ولذيذ كده وسهل. تعالوا نشوف هنعمل ايه. بس في البدايه نحط لايك للفيديو وشير. ما تجريش الفيديو عشان فيه حاجات في الفيديو هتستفيدي بيها. تمام. اول حاجه جبنا طبق وحطينا فيه كده كمون وكزبره، وحطيت مع 3 معالق من الدقه اللي احنا عاملينها مع بعض، وحطيت ليمون. والجمبري بتاعي بقى كده متقشر ومغسول كويس، وتبلته بقى من الايه، من التتبيله اللي انا عملتها دي. واتبل السمك بتاعي بعد ما اتغسل واتصفى. تمام زي ما انتم شايفين كده. اللي لسه ما حطش اللايك يحط اللايك ويعمل شير للفيديو، وما تجريش الفيديو عشان هتلاقي فيها حاجات تستفيدي منها. تمام كده. خلاص كده تبلنا السمك وتبلنا الجمبري بتاعنا. هنسيبهم بقى كده على جنب. في حته كده ايه من التتبيله فضلت احطها ايه على الجمبري. تمام كده. هسيبهم بقى على جنب ونروح ايه نشوف هنعمل ايه. هنعمل بقى الرز بتاعنا. حطيت البصله كده ايه، قبل ما بحط الزيت انا بحط البصله تطلع الميه بتاعتها. بعد ما حمرتها صفيتها من الزيت طبعا، وحطيت عليها الميه. كل ده عشان ايه؟ ما بقاش الرز منعنع زيت كده. وغسلت الرز وحطيته. نيجي بقى نعمل التتبيله بتاعت السمك. حطيت حوالي كوبايتين دقيق، حوالي 3 معالق نشا، وبابريكا وفلفل وملح وكمون وكزبره، نفس التتبيله اللي ملحت بيها السمك هحطها على الكفر. وحطيت شويه كاري واقلب بقى كده كل الكفر بتاعي كده مع بعض. تمام كده. تمام لحد ما المكونات كلها تختلط مع بعض. واخد بقى منها شويه كده بالشكل ده كده، وانزل بميه واعمل عجينه سائله بالشكل ده كده، زي عجينه الكريب كده. تمام كده. خلاص كده احنا حضرنا الكفر بتاع السمك وحطيناه على جنب، والسمك متبل. نقلي بقى البتنجان بتاعنا ونعمل التتبيله بتاعته: توم، ملح، بابريكا، وخل، وبرده من الدقه اللي احنا عاملينها. الدقه دي حلوه قوي، بتنفع في كل حاجه. تمام كده. هاجي بقى ايه اروح حاطه الجمبري في العجينه السائله. تمام كده بالشكل ده كده، واقلبه كده. تمام. واروح ايه بقى مصفياه بالمصفى كده، واروح حطاه في الدقيق كده زي الفل. كده تاكلي جمبري مقرمش والله. بصي مش هتفرقيه عن بره، يعني احسن كمان وطعمه تحفه عن بره. طبعا عاملاه بنضافه، عامله المكونات بتاعته، عارفه انت حاطه ايه. وابتدي بقى ايه اقلب بقى الجمبري كده كتير بقى في الدقيق ده، وافضل كده افلفله كده في الدقيق لحد ما ايه كله يتغطى بالدقيق. الدقيق والنشا طبعا. تمام. واروح جايبه مصفى كده، واروح ايه نخله الزيادات اللي في قلب الجمبري. عايزه اقول لك الطريقه دي اعمليها في قليه الجمبري، والله العظيم هتجيبيه من بره اصلا. تمام. نروح بقى على الطاسه كده فيها زيت غزير سخن، وننزل بالجمبري بتاعنا بكل سهوله. ريحته بقى مش قادره اقول لكم. تمام كده. اللي ناس اللايك يحط لي اللايك، اكتب لي كومنت بتفرج عليها من انهي بلد، وقولوا لي انتوا بتعملوا الطريقه دي ولا لا. ولو بتعملوه بطريقه تانية اكتبوا لي بتعملوه باينها طريقه. تمام. شايفين لونه عامل ازاي؟ طعمه بقى خطير كمان. تمام كده. خلاص كده خلصنا الجمبري. نيجي بقى ايه للسمك. احطه برده في العجينه السايله كده، وابتدي اغطيه بالدقيق. تمام كده. واضغط عليه جامد. عايزه اقولك آلية السمك بالطريقه دي تحس ان هو زي سمك المطاعم بالظبط، يعني متحمر من جوه ومن بره. تمام كده. عايزاك تتفرجي على الفيديو تاخدي منه افكار هتستفيدي بيها. تمام. نحط بقى السمك بتاعنا كده بالطريقه دي.
خلاص بقى سبت السمك يتحمر. انا بعمل كذا حاجه في نفس الوقت، انتوا عارفين بقى الوقت ضيق في رمضان، وطبعا انتوا ايه عارفين ايه التتبيله اللي انا ايه عملتها معاكم بتاعه البتنجان. وابتدي بقى ايه اخلي البتنجان بتاعنا كده ريحته وطعمه مش قادره اقولك. الحمد لله يعني كل اللي بيدوق البتنجان بتاعي بيقول احلى بتنجان. تمام كده اهو بالشكل ده كده، طعمه تحفه تحفه بجد، وريحته بقى مش قادره اقولك. خلاص كده خلصنا البتنجان بتاعنا كده زي الفل. وقلينا الجمبري وقلينا السمك والرز بتاعنا استوى. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، لايك كتير وشير، واسيبكم في رعاية الله.